اول ما نشوف بقى العدس بجبة والرز والشعرية والمكرونة هنعرف الاكل على طول، الا وهي الكشري المصري اللي مفيش حد خالص ما بيحبهوش. عايزه اقول لكم انا شفت الكشري الحله الواحده بصراحه ما عجبنيش، يعني انا بالشكل كده بعرف الطعم النهائي هيطلع ايه بصراحه. لقيت المكرونه بتتحط نيه، ولقيت يعني لا ازاي، طب هتنزل النشويات كلها في الحله. فانا عن نفسي لا، مش اتفرجت على الفيديو عرفت الطعم في الاخر هيبقى ايه. فانا زي ما انتم شايفين انا بحب اسلق كل حاجه لوحدها. يعني سلقت المكرونه، وهنا عملت الصلصه اللي هي بتوم، والعدس ابو جبه سلقته، وهنا عملت الرز بشعريه. بعمل كل حاجه لوحدها وفي الاخر بحط كله على بعضه زي ما انتم شايفين كده، والله بيطلع روعة. وهنا خففت، سبت حبة تقال الصلصة وخففت حبة اللي هي الشطة. وهنا الدقة طبعا ما نزلتهاش لان يعني كل الناس بتبقى عارفاها، بس شوية كشري كانوا جمال.